السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابدأ الفيلم عايزة اقول لكم ان الفيلم ده اكبر دليل على اننا بنكون ظالمين ناس كتير في حياتنا لمجرد انهم مش بيقولوا لنا على الحقيقة وبناخد بالظاهر منهم، بس في الاخر بنرجع نندم على سوء معاملتنا ليهم. وهي دي حكاية فيلمنا النهاردة، ويلا بينا نبدأ الفيلم. يبدأ الفيلم في الهند، بالتحديد في قرية أديلاباد. وفي الوقت ده الاحتلال البريطاني كان مسيطر على الهند بالكامل، ودي الملكة لادي بتكون موجودة في القرية وبتقابل الطفلة مالي بالصدفة وبترسم لها رسمة على ايديها وبتغني لها وبتكون مبسوطة منها جدا. حتى العصافير بتكون مبسوطة والكل في القرية بيكون خايف جدا. وفي الوقت ده بيكون الحاكم سكوت خلص صيد ورجع. مراته بتقول له كويس يا حبيبي انك جبت الغزال ده لاني جعانة قوي. المهم انا عايزة البنت دي تكون معانا في القصر، صوتها حلو قوي، حتى شوف رسمت لي ايه. بيقول لها غالي والطلب رخيص، ادوار ادفع لهم. ادوار بيرمي لهم ملاليم، وعشان هما مش بيكونوا فاهمين لغة الانجليز بيكونوا مفكرين ان الفلوس دي تقدير لاغنية بنتهم، لكن هما بياخدوا مالي ويمشوا. ومفيش حد في القرية بيكون قادر يتكلم من خوفهم، لكن طبعا قلب الام يختلف، بتفضل تجري وراهم وتترجاهم انهم يسيبوا بنتها. لكن لادي بتقول لهم امشوا، بتروح تقعد تحت العربية والشرط بينزل لها وخلاص بيشد الاجزاء وهيقتلها. بينزل الملك وبيقول له استنى، انت عارف تمن رصاصتك دي ايه؟ عارف تعبنا قد ايه عشان توصلك وانت بكل بساطة عايز تضيعها هدر؟ عين مسدسك ده وشوف اي طريقة تانية اقتلها بيها. وفعلا بيعين مسدسه وبيمسك الخشبة دي وبيضربها بيها وبيمشوا. هنا بقى دلهي بيكون فيها ثورة كبيرة جدا علشان القائد اتقبض عليه من الانجليز، وبيكونوا الناس محاوطينهم من كل مكان، وبيطلع واحد فيهم عامل لي فيها السبع رجالة في بعض وبيرمي الطوبة دي وبتقع على صورة الحاكم وبيقول لهم الريس هاتولي الولد ده. طبعا الراجل بقى اللي يدخل يجيبه، وفعلا هو مش اي واحد اللي هيدخل يجيبه، ده ابو قلب قاسي بس اللي هيعرف يجيبه. الضابط راجو بيدخل عليهم طيران وبيفضل ينزل فيهم ضرب. شوف بقى، احنا عارفين ان القدرة تغلب الشجاعة، بس زي ما انت شايف كده المثل ده كذب كذب، ما تصدقش غير اللي عينك تشوفه حتى لو كان من الهنود، لان زي ما عودتكم مع الهند مفيش مستحيل. طبعا بعد محاولات باتت بالفشل الا انه ما استسلمش وجابه من قفاه وبيرميه عند الريس وبيروح يغسل وشه ويفوق كده. طبعا امال ايه، الراجل تعب والله، ومفيش حد بيكون مصدق اللي حصل وبيقف لهم زي الاسد. واللي يقدر فيكم بقى يعمل حاجه يوريني. بعدها بيجي ترقيات للضباط، والمفروض الترقيات دي تكون لأكتر واحد كفاءة، والمفروض اللي هيترقى فيها 3 بس. بيندهوا الأسماء واحد واحد، بس راجو ما بيكونش من ضمن الأسماء دي. بيتضايق جدا إنه اتظلم، بيطلع أوضته ويفضل يلعب. جماعة معلش، بس هو ليه الجروح عندهم بتروق بسرعة؟ ده من ثانية بالظبط وشه كان متخرشم. المهم ما علينا. المستشار الهندي بيروح لإدوار وبيقول له آخر مرة الملك زار فيها قرية أديلاباد خد منها الطفلة مالي، وانا هنا عشان اقولك ان الطفلة دي لازم ترجع للقرية، لان القرية دي ليها كبير وكبيرهم هو المسؤول عن حمايتهم حتى لو الامر كلفه ايه. بيقول له انت تقصد ايه؟ ان حتة كروي زي اللي انت بتتكلم عليه ده هيقدر يهزم جيشنا؟ بيقول له لو الطفلة ما رجعتش هو عنده القدرة يهزم جيوش العالم، مش جيشك انت بس. انا حبيت احل الامر بالهداوة، بس انت شكلك عايز يتعلم عليك، انت حر بقى وقابل اللي هيحصل. وللعلم هو موجود في دلهي بقاله فترة وبيسيبه ويمشي. وهنا بقى بنشوف اللي قلبه جامد، اللي مش بيهمه حد، الولا الخطر اللي هينيم الانجليز من المغرب اكتر، وبيكون واقف في وسط الغابة ومعاه علبة دم بيكبها على دماغه. الواضح كده عندهم أزمة في المية. المهم بيطلع عليه ديب بياخدها جري، والديب بيجري وراه، وهو ده اللي بيكون عايزه عشان يصطاده. بس وهو بيجري بيلاحظ ان في رجلين نمر، وفعلا بيطلع عليه نمر وبيخرج يا اخويا من وسطهم كأنه خارج من بوابة، ولا اي حاجة ولا اتضر ولا حتى اتهز. المهم الديب بيجري من النمر بيكمل جري ورا اكتر، وخلاص بيكون النمر هيتغدى بيه، بس اكتر بيفطر بيه. زمايله بيكتشفوا ان اللي جاي مش ديب، ده نمر وهيكسر المصيدة، وفعلا بيكسرها. وبيفضل اكتر يحاول كتير انه يقفلها، لكن الحبل بيتقطع.
وبيقول لزميله يحدف له المنوم وبيرميه في وش النمر وبينام. واكتر بيقول للنمر انا استغليتك عشان اوصل للي عايزه. بعدها بيقول لزمايله عدى 6 شهور من وقت ما جينا دلهي ومفيش اي جديد، انا قربت افقد الامل انها حيه. بعدها بيروح شغله وبيفضل يفتكر مالي طول الطريق، وبيوصل لشغله اللي بيكون متداري فيه، وبيدخل عليه الشرطي البريطاني وبيقول له المكنه بايظه صلحها. بيكتشف انها مش بايظه ولا حاجه وانها مقلوبه على الاحتياط، وبيعرف الشرطي، والشرطي بقى بيتحرج قدام البيت وبينزل ضرب في أكتر. وأكتر مش بيدافع عن نفسه خالص، أهله بياخدوه وبيقولوا له أنت ليه ما دافعتش عن نفسك؟ بيقول لهم لو عرفوا حقيقتي هيقتلوني. بعدها إدوارد بيكون عامل اجتماع وبيقول لهم إن في واحد عايز يهجم على القصر وياخد البنت مالي، وهو بدأ في مهمته من فترة ولازم نتصرف في أسرع وقت. بيجي لنا الاخ الفكك ده وبيقول له هات لنا انت اسمه بس ومالكش دعوه، انت غبي، هو مش لو كان عارف عنه حاجه كان راح جابه هو. المهم بيقول له انهم ما يعرفوش حتى اسمه ايه ولا حتى شكله ايه، وانه متخفي في وسط الشعب. كلهم بيفضلوا يبصوا لبعض وبيكونوا مستغربين وبيقولوا له ان دي مهمه مستحيله. بتقول لهم لادي اللي هيجيب الشخص ده هيترقى لظابط مميز. في الوقت ده بيظهر الظابط راجو وبيقول لها عايزاه حي ولا ميت. بيقول لها الريس انا اضمن لك ان ده هو الوحيد اللي هيقدر يجيبه. بتقول له لو جبت ميت ليك هديه ما تحلمش بيها، ولو جبته حي هتترقى. بياخدوا الحماس قوي وبيمشي وبيروح لعمه وبيقول له احنا مش هندور في دلهي كلها، هو عايز البنت اللي في القصر، يبقى اكيد هو قريب من القصر، لازم نبين ان احنا ضد الانجليز عشان وقتها اكيد هيظهر. بعدها أكتر بيكون بيراقب واحد من رجالته وهو داخل القصر، لكن مش بيكون معاه القلادة. بيتضايق أكتر جدا وبيكون عايز يروح يلحقه، لكن بتيجي جيني وتلحقه وبتقول للحارس انت بتضربه ليه يا عديم الضمير يا بني آدم براس حمار انت. وأكتر بيكون شايف كل اللي حصل ومعاملتها لزميله اللي اتضرب، وبيقول لزميله شكلها طيبة، لو قدرنا ان احنا نتكلم معاها ممكن نوصل لحاجة. ومن ناحية تانية راجو بيكون قاعد في حزب المعارضة والقائد بيقول لازم تقوم ثورة عشان الانجليز يمشوا من البلد. بيقول له راجو طب وليه ما نقتلوش؟ بيقول له احنا عايزين نقتل جورج. فجأة بيجي له واحد من رجالة أكتر وبيقول له انت تعرف فعلا تقتله؟ بيقول له اكيد. بيقول له طيب احنا محتاجين مساعدتك، الملك ده ظلمنا كتير وانا جيت انا والقائد وزمايلنا عشان نرجع البنت اللي مرات الملك خدتها. بيقول له طيب هو فين القائد ده؟ بيقول له تعالى معايا. بيفضلوا ماشيين لحد ما بيقابلهم كمين، وراجو بيروح للعسكري وبيقول له ما تبقاش غبي، انا ظابط وفي مهمة سرية، خد البطاقة وريها للظابط وهو هيعرف كل حاجة. وفعلا بياخدها وبيروح له وبيقول له عديهم. كمية الغباء دي بقى انا ما شفتهاش قبل كده والله. مش هو لسه قايل لك ان هو في مهمة سرية تقوم تقف له انتباه؟ في الوقت ده لاتشو بيعرف انه ظابط وبيدوروا الجري، واللي يعرف يحصلني يفرجني. بيفضل يجري وراه لكن بيتوه منه في وسط الزحمه، وبيكون اكتر تحت الكوبري وراجو فوق. وبيروح لاتشو لاكتر وبيقول له انه في ظابط شرطي مسكني وانا هربت منه وكان متخفي وكانه واحد مننا. بيقول له اكتر لازم تتدرى اليومين دول ومحدش يشوفك خالص. ومن ناحيه تانية بيكون قطر البترول معدي وفي عربيه من ضمن عربيات البترول بتكون بايظه، وفي لحظتها العربيه بتولع، وبيكون في طفل تحت الكوبري في البحر والعربيه بتنفجر وبتقع في الميه. بس الحمد لله الطفل ما حصلوش حاجه، بس باقي العربيات بتكون على وشك انها تقع. اكتر بيكون واقف محتار ومش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي. في الوقت ده اكتر بيشوف راجو من فوق الكوبري وبيتفقوا بالاشاره هيعملوا ايه، وهوب المكنه بتكون حاضره في وقتها طبعا، وبيطلع له الكوبري. راجو بيركب الخيل وبيدي طرف الحبل لاكتر والطرف التاني بيكون معاه، وعينك ما تشوف الا النور يا صاحبي. اكتر على اخر لحظه بيلحق الطفل وبيدي الطفل لراجو، وراجو بيخرج الطفل لبره وبيرجع تاني لاكتر، وبيكونوا هما الاتنين في غايه السعاده. وبيقول له اسمك ايه؟ بيقول له راجو. وانت اسمك ايه؟ بيقول له اكتر. وهنا بقى بيقربوا لبعض اكتر وبيبقوا صحاب جدا، والحياه بتبقى زي القشطه في الحلاوه بينهم، وكل واحد فيهم بيحكي للتاني كل حاجه ما عدا المهمه اللي كل واحد فيهم عايز ينفذها. وكل يوم عن التاني صداقتهم بتكون احسن من اليوم اللي قبله. وراجو بيكون ماسك السلسله وبيدخل عليه اكتر وبيقول له انت عندك قلب وبتحب زينا ولا ايه؟ بيقول له ده حب حياتي. بيقول له اسمها ايه؟ بيقول له سيتا، ونص السلسله دي معاها. ومن ناحية تانية بيكون كل واحد فيهم مستمر في مهمته،
وراجو بيكون رسم صورة لاتشو، واكتر بيشوف جيني تاني وهو مش بيكون عارف يكلمها. وراجو بيقول له ايه يا موكوس، مش عارف تكلمها ولا ايه؟ بيقول له لا والله يا صديقي مش عارف اعمل اي حاجة. بيقول له انا اللي هعمل. بياخد شوية مسامير وبيرميها قدام عربيتها وبيقول له اركن هنا بقى لان هي اللي هتجيلنا. وفعلا العربية بتعطل وبتروح له وبتقول له ينفع تصلحها لي؟ بيقول لها ايوه. بيقول له راجو اسكت انت، انا اللي هتكلم. لو انت محتاجة حد يوصلك مكان معين ممكن تركبي مع اكتر، هو هيوديكي مكان ما تحبي. وفعلا بياخدها على السوق، بس المشكلة بقى انه مش بيكون فاهم اي حاجة من كلامها ومش بيعرف يرد عليها. وبتختار هدوم اطفال وبيقول لها ده مش مقاسك. بعد معاناة معاه اخيرا بتفهم هو بيقول ايه، وبتقول له الهدوم دي مش ليا، ده الطفلة عندنا في القصر اسمها مالي. طبعا هو ما بيفهمش من كلامها غير اسم مالي بس. بيتفاجئ جدا ومش بيكون مصدق انه اخيرا عرف مكانها، وبيروح يصنع لها غويشة وبيكتب لها عليها كلام هي بس اللي هتفهمه. وبيقول لجيني اديها الغويشة دي هي هتتبسط بيها، وفعلا بتاخدها منه. وفجأة الحراس بيجولها عشان ياخدوها وبترجع له تاني عشان تشكره وبتديله دعوة الحفلة وبتقول له اتمنى ان انت تكون موجود. وبترجع القصر وبتروح لمالي وبتديها الهدوم والغويشة. ومالي اول ما بتشوفها بتعرف ان اكتر هو اللي بعتها لها وبتفرح جدا وبتحضن جيني. وبيروح اكتر لراجو ومش بيكون همه غير بطنه وبيقول له راجو عملت ايه يا مجرسني في الفضائيات؟ بيقول له اسمها طويل قوي وانا مش عارف احفظه بس اكيد هتعود عليه، واديتني الدعوة دي وعلى ما فهمت انها دعوة الحفلة. بياخدها راجو منه وبيقرأها وبيعرف ان الحفلة النهاردة. بيقول له ده الحفلة النهاردة ولازم نجهز. بيقول له يلا بينا انا جاهز. بيقول له انت عايز تروح كده؟ انت عبيط ولا عندك خيال اهبل؟ بياخدوا راجو وبيلبسوا الحتة اللي على الحبل وبيروح الحفلة. ومن ناحية تانية الغتت ده بيقول لجيني ترقصي معايا. بتقول له معلش يا عسل شوف لك حد غيري لاني تعبانة. في الوقت ده راجو واكتر بيدخلوا الحفلة وبتشوفهم جيني وبتروح له وبتقول له ايه الحلاوة دي، انت سارق البدلة دي منين؟ بيقول لها من دولاب راجو والله. بتقول له طب يلا بينا نرقص. وبتاخده وبتعلمه الرقص وزي ما يكون يا اخويا بقاله سنة بيرقص، واللي كانت تعبانة ما عادتش تعبانة. بيتضايق الغتت ده جدا وبيوقعه على الارض وبيفضل يتريق عليه ويقول له الفلاح لبس وتمدن وفي الحقيقة هو اللي حيوان والله. وبيفضل يقول له تعرف تعمل كده؟ طب تعرف تعمل كده؟ راجو يسكت لا طبعا. بيدخل يدق على الطبول وبعينه بيقول له يلا نخربها. وفعلا الراجل فيهم بقى اللي يدخل معاهم في الرقصة دي، والبقاء للأقوى. الحفلة بنت الناس بقت حاجة في منتهى ولاد الناس والكل بيكون مبسوط وبيرقصوا معاهم. وفي الآخر الرقصة بتتقلب لتحدي ومش بيفضل غير التلاتة دول. الرخم ده رجله بتتعب وبيقع عيل طري. مش بيفضل غير راجو أكتر. راجو بيشوف جيني وهي بتشجع أكتر فبيعمل نفسه وقع عشان صاحبه يكسب، وهي دي الصحوبية ولا بلاش. بتفرح جيني والحفلة الحمد لله خلصت على خير. وهم مروحين راجو بيشيله وبيقول له انت استحليتها ولا ايه؟ ما تنزل بقى يا اخويا ظهري وجعني. بتيجي جيني بالعربيه وبتقول له هو تعب من الرقص ولا ايه؟ بيقول لها لا هو مفكر انه مأجرني بفلوسه بس انت ممكن تاخديه تروحيه. بتقول له لا انا هاخده معايا في القصر الاول نشرب شاي مع بعض. بيقول لها هو ما عندوش مانع اتكلي على الله. بتقول له والله يا اخويا لو كان معايا مكان كنت خدتك وصلتك، بس انت شايف ادي البير واد غطا. وبتسيبه وتمشي. وفي ثانيه راجو بيفتكر ان لاتشو كانت صوابعه فيها دهان وبيعرف انه شغال رسام. ياخد عمه وبيروح يدوروا عليه في ورش الرسم. وهوب عمه بيشوفه، واول ما لاتشو بيشوفه بيدور الجري واللي يعرف يحصلني يفرجني. بس على مين؟ ده راجو بيلاقيه في وشه وعينك ما تشوف الا النور. ومن ناحيه تانيه اكتر بيكون وصل القصر. بيعدوا البوابه الاولى والبوابه التانيه مش بتفتح غير لما الاولى بتتقفل. ومن تفاصيل اكتر بيقول لها انا جعان. وبتقوم جيني عشان تعمل له اكل وهو بيدور على مالي. واخيرا بيشوفها وبيجري عليها وبتقول له خرجني من هنا بسرعه، انا ما عدتش عايز اقعد هنا، انا عايز ارجع لامي ولاخواتي ولاهلي. بيقول لها اوعدك ان انا هاخدك ارجعك بس مش النهارده. وبيسيبها ويمشي. وفي الوقت ده راجو بيكون روق على لاتشو ترويقه عال ما خلاش فيه حته سليمه. وبيقول له هتقول مين القائد بتاعك ولا اقتلك؟ بيقول له هو مش قائد بس ده اخونا كلنا، والمهمه اللي هو فيها مش هيسيبها الا لما ينفذها، واحد زيك مش هيقدر عليه. بيتضايق جدا
وبيقوم يضرب فيه بالعصايه والسلسله بتقع منه. بياخدها ويفتكر حبيبته سيتا، وفي الوقت ده سيتا برضو بتكون بتفكر فيه، وبيروحوا لها قهر القريه وبيقولوا لها لسه مفيش اي اخبار عن راجو، لسه ما بعتش رسايل، شكله نسى وعده، عدى 4 سنين من وقت ما مشى وكل يوم على امل ان في جديد. سيبك مننا، ده حتى نساك انت كمان. شكل الدنيا هناك عجبته ونسى كل حاجه، وبيسيبوها ويمشوا. وفي الوقت ده لاتشو بيكون مريح شويه، بيلمح تعبان، بيفضل يخبط لحد ما التعبان بيروح عند ايده وبيمسكه. فنان يا ابني والله. بيدخل عليه راجو وبيقول له لسه برضه مش ناوي تتكلم؟ بيشده من قميصه وبيستغرب من شكل الحبل اللي حوالين رقبته. وفي الوقت ده بيرمي عليه التعبان وبيعضه في ايده، وراجو بيشيل التعبان عنه بالعافيه وبيقول له لاتشو ده اخطر تعبان على وجه الارض، السم بتاعه ملوش علاج، حتى الانجليزي اللي انت شغال عندهم ما يعرفوش يعالجوك، قدامك ساعة بالظبط وهتموت. راجو بيخرج السكينة وبيروح عشان يفكله الحبل، بس مش بيقدر، وبيقول له خلي السكينة معاك وفكها انت وعيش حياتك، وبيسيبه ويمشي. وشكل مفعول السم ابتدى. ومن ناحية تانية أكتر بيكون حط الخطة اللي هيمشي عليها هو وزمايله عشان يخرجوا مالي، وراجو بيروح لأكتر بس هو مش بيشوفه وبيمشي. بس في ثانية بيسمع صوت خبط وبيرجع يلاقي راجو نايم على الأرض، وبيسأله ايه اللي حصل، وبيشوف دراعه وبيعرف ان تعبان اللي قرصه، وفي لحظتها بيعالجه وبيهتم بيه وبيقلع الحبل اللي لابسه عشان يديهوله. زمايله بيقولوا له بلاش ده، بيقول لهم هو محتاجه اكتر مني، ده هيحميه. في الوقت ده راجو بيعرف ان هو ده الشخص اللي بيدور عليه، وبياخده اكتر وبيوديه على البيت وبيقول له خلاص انت بقيت احسن دلوقتي، بالكتير قوي بكره وهتبقى كويس، بس انا لازم امشي دلوقتي عشان عندي حاجه مهمه. بس قبل ما امشي عايزه اقولك على حاجه كنت مخبيها عليك، انا مش مسلم، انا جاي هنا عشان الملكه وجوزها خدوا طفله من قريتنا وانا جاي ارجعها لاهلها. الناس في قريتي معتبريني انا الكبير والقائد وحاطين املهم فيا ان انا ارجع بنتهم. انا حاولت كتير اقولك عشان تساعدني بس دايما كنت متردد. انا بقولك الكلام ده دلوقتي عشان لو خرجت من هناك سليم اكيد هقابلك تاني، ولو ما رجعتش فعايز اقولك ان صداقتنا كانت احسن حاجه في حياتي. وبيسيبه ويمشي، واللي المفروض يفوق بكره فاق وبقى زي الحصان وبيفضل يكسر في كل حاجه حواليه، وبيكون زعلان جدا ومش عارف يعمل ايه، يروح يلحق صاحبه ويقف جنبه ولا يكمل حلمه اللي بقاله 4 سنين بيعافر عشان يوصل للي هو عايزه. ومن ناحية تانية بيكون اكتر بينفذ الخطة هو وزمايله وبيستنى الوقت المناسب عشان يقتحم القصر، وهوب بيدخل القصر بالعربية دي، واللي يعرف يوقفني يفرجني. وبتكون الحفلة فيها عساكر كتير، الغطا اللي على العربية بيتشال واكتر بيخرج من وسط الحيوانات المفترسة. اسد يلا، ادي الاكشن ولا بلاش؟ والله انا مقدره تكلفه المنتج ومصاريفه على الفيلم ده، تعب نفسه قوي والله. المهم كل حيوان بياخد له واحد، واكتر بيطحن في كل اللي يقابله، مش راحم لا صغير ولا كبير. بس فجاه بيلاقي جيني في وشه وبيكون خايف عليها جدا، بيركبها العربيه وبيمشيها، والحارس ده بياخد مالي وبيقفل عليها الباب. وانت اللي جبته لنفسك عشان تبقى تقفل عليها الباب، تستاهل كل اللي هيحصل لك. بيجري اكتر عليه وبيروقه ترويقه حقيقي يستاهلها، وبياخد منه المفاتيح. بس هنا بقى المفاجأة، بيدخل عليه راجو دخول رايق يسبب حرايق. بيقول له اكتر انت لابس كده ليه وبتكلمني كده ليه يا صاحبي؟ بيقول له انا جاي اقبض عليك بتهمة تمردك على الحكومة البريطانية. بيقول له يعني انت شرطي؟ بيقول له سلم نفسك احسن. راجو بيكون مصمم انه يقبض عليه، بيقول له بص في عينيا، قرب ليا، قصدي انا مش مصدق نفسي والله، انت هتعمل كده فيا يا صاحبي؟ انا حكيت لك كل اللي حصل قبل ما اجي. راجو مش بيسمع له وبيضربه والمفتاح بيقع، وعينك بقى ما تشوف الا النور. اكتر بيتضايق جدا وبيخلع السلسله دي وبيبوظ بيها النافوره. مال الناس كده هو يبقى على الارض؟ وادي الاصحاب اللي اكلين عيش وملح مع بعض بيعملوا بفتيك من بعض دلوقتي، ادي الصحوبيه ولا بلاش؟ بياكلوا في بعض عين عينك. لا بصراحه هم زودوها قوي، كفايه بقى. بيدخل النمر بينهم، بس على مين يابا؟ ده انت حتى لو اسد هتتضرب والله من كتر الكذب اللي بيكذبوه. انا قربت اقول هو انا ليه مش بطير زيهم. المهم خلاص على النمر ومش بيلاقي اكتر،
بيكون اكتر بيطير في حتة تانية هو كمان. بيوصل لمالي وخلاص بيكون هينزل لها، بس راجو بيلحقه وبيوقفه وبيفضلوا يضربوا في بعض، وخلاص راجو بيكون هيقتله، بس مش بيهون عليه، اكتر بيقوم قلبه الناحية التانية وبيضربه بالطلقات في قلبه، بس هو هيفضل عايش عادي ولا كأن حاجة حصلت، وبيجري عشان يلحق مالي، بس راجو بيشيل الحبل من رقبته وبيلفه حوالين ايده وبيقول له سلم نفسك لو عايز مالي تعيش. بيشده عشان يطلعه ولا كأن بيشد ابن اخته، وبيفضل يضرب في اكتر وبيقبض عليه. وهنا بقى متعة الفيلم هتبتدي، واللي جاي كله احلى. بتعدي ايام واخيرا بيترقى راجو لرتبة ضابط مميز بعد ما انجز مهمته، وبيمسك مخزن الاسلحة اللي فضل يحلم 4 سنين عشان يوصله. بس احنا لحد دلوقتي ما نعرفش هو عايز يوصل لمخزن الاسلحة ليه، ولا حتى هو واقف في صف مين. تعال نشوف هو عمل كده ليه. وهو صغير ابوه كان مجمع اهل القرية وبيمرنهم على مسك السلاح، بس كلهم معاهم اسلحة خشب الا هو بس كان معاه بندقية. بعد فترة من التدريب بيروحوا له وبيقولوا له انهم عايزين يمسكوا سلاح حقيقي بدل الخشب ده. بيقول لهم زمان الانجليز قتلوا واحد هندي بالشاكوش عشان استخسروا فيه رصاصة، وقال ان الهنود ما تستحقش رصاصة، عشان كده لازم اما الرصاصة تخرج من سلاحك تدخل قلبهم. انتوا هتاخدوا السلاح بس في الوقت المظبوط. وبيسيبهم ويمشي. اخوه بيقول له انت بتعمل جيش هنا ووديتنا اشتغل مع الانجليز، انا كنت عايز اكون معاك. بيقول له لازم حد فينا يكون هناك عشان يبلغنا كل تحركاتهم. بيقول له طيب انت هتجيب السلاح للجيش اللي انت عامله ده منين؟ بيقول له كل حاجة هتيجي في وقتها، بس انا متأكد ان هم هيشيلوا سلاح. تاني يوم بيكون ممرنهم وبيلاقي ابنه عنده كدمة في صدره. بيقول له ده من ايه؟ بيقول له وهو خايف انا ضربت بالبندقية بتاعتك امبارح. بيكون لسه هيضربه، لكن بتدخل سيتا وبتقول له انا اللي اديتها له، بس هو ضرب بيها كويس جدا، حتى تعالى شوف. بيروح معاها ومش بيكون مصدق اللي شايفه، وبيقول له انت ضربت من هنا صحيح؟ بتقول له سيتا لا، ضربها من مكان ابعد بكتير. بيفرح جدا بابنه وبياخده في حضنه وبيرجعوا تاني، وبتكون امه مبسوطة. بس للاسف الفرحة مش بتكمل، والجيش الانجليزي بيهجم عليهم وبيخلص على ناس كتير منهم، ومش بيكون مع حد فيهم سلاح غيره، بس بيبتدي يخلص عليهم ويهرب اهل القرية واحد واحد. وسبحان الله هو مش سلاح واحد بس تحس ان ربنا طرح البركة فيه. كل الجيش ده مش قادر مع واحد معاه بندقية هندي يعني مش اي كلام. الرصاص بيكون خلص من معاه. فجأة بيلاقي راجو جايب علبة الرصاص وجايله بيعمرها ويبتدي يخلص عليهم من تاني. في الوقت ده بيكون 3 منهم طلعوا على الشجرة وبيضربوه رصاصة في التانية في التالتة. بس على مين؟ ده انا وراكم. بيدي السلاح لابنه وبيعمل اللازم والزيادة. هذا الشبل من ذاك الأسد. ومن ناحية تانية آخر مجموعة بتهرب، والمجموعة دي بيكون فيها أخوه وأمه وسيتا، بس أخوه هو بيجري بياخد طلقة ويموت. أمه بترجع عشان تلحقه بتاخد رصاصة هي كمان. راجو بيكون عايز يروح لهم، لكن أبوه بيقول له مكانك، اوعى أي حاجة تعطلك عن وطنك. وبيكمل عليهم ضرب وبيخلص على جزء كبير منهم. في الوقت ده الجيش الإنجليزي بيقول لهم الخطة دي مش مظبوطة، ارجعوا. وفعلا بيرجعوا. أبوه بيقول له شايف بندقية واحدة وخلتهم يترعبوا ويرجعوا، ما بالك بقى لو كلهم بقى معاهم أسلحة؟ اوعدني يا ابني إنك هتدي الكل سلاح. وفعلا بيوعده. وفي الوقت ده الجيش الإنجليزي بيكون رجع بس بخطة مختلفة، وراجو مش بيكون معاه غير رصاصة واحدة. أبوه بيقول له لازم عشان تحقق هدفك لازم تضحي بحاجات كتير، خليك فاكر الكلام ده مهما حصل. وبيسيبه وبيقوم عشان يسلم نفسه. العسكري ده بيقول شوفوا اهو جيلنا اهو، شوفوا بينزف ازاي. بس المفاجأة بقى بيقول لابنه شد الأجزاء، صوب، اضرب. وبيقلع الشال اللي هو لابسه وبيكون لابس متفجرات، وراجو بيضرب آخر طلقة وبيفجر أبوه بالجنود كلهم. بتعدي الأيام والشهور والسنين وبيكبر وبيودع سيتا حبيبته، وبيقسم السلسلة وبيديها نصها وبيخلي النص التاني معاه. وبيكون أهل القرية كلهم متجمعين عشان يودعوه، وبيقول لهم ما تقلقوش أنا مش هرجع إلا لما أجيب لكل واحد فيكم سلاح. وبيسيبهم ويمشي وبيرجع تاني للحاضر، وبيروح يكتب جواب لحبيبته سيتا وبيقول لها أنا أخيرا اترقيت لضابط مميز ومسكت مخزن الأسلحة، وقريب
جدا هرجع عشان اجيب لكم الاسلحه. انا تعبت جدا عشان اوصل لهنا، انا خنت اقرب اصدقائي وضحيت بيه، بس كان غصب عني، معرفتش اعمل ايه. يا ريتك كنت معايا علشان تساعديني اعمل ايه. بعدها بيروح للحاكم سكوت وبيقول له اللي انت عملته ده خلاني اثق فيك، بس لازم تعاقبه اسوأ عقاب، عايز الكل يخاف من الانجليز. بصت الاخص دي بتقول له انا عايزه اشوفه بيتعذب قدامي. بيقول له راجو احنا هنجلده قدام الناس كلها، لازم يركع على ركبته ويعترف بجريمته ويترجاني عشان ارحمه من العذاب اللي هيشوفه. وفعلا بينادوا في القريه كلها علشان الناس تروح، وراجو بياخد اكتر وبيروحوا بيه المكان اللي هيضربوا فيه وبيسلسله، وبيقول اي حد هيفكر يعمل كده او يتمرد على الحكومه ده هيكون جزاؤه، وعشان نرحمه لازم يركع للحاكم. وبيقول له اركع يا اكتر، لكن اكتر مش بيركع، بيفرض الكرباج وهاتك يا سلخ، مفيش احساس خالص. بصت الاخص دي بتقول له فيها اقوى من كده، انا عايزه دم. لا ما يسيح الا دمك يا بعيده. راجو بيشد السلسله عشان يقع ومعادش يضربه، لكن برضه بدون فايده. بتاخد بالها ان رجله ما لمستش الارض، بتنده لراجو وبتقول له خد ده احسن، خدك ربنا يا بعيده روحي. راجو بيتصدم اول ما بيشوفه وبيقول له اكتر انزل على ركبتك يا اما هتموت، بس برضه بدون فايده. راجو بينزل ضرب فيه واكتر ولا هو هنا بيفضل يغني ده انت لو مخدرينك والله لا تحس بالضرب ده. بيفضلوا يضربوا فيه وراجو بيكون زعلان عليه جدا، بس مش بيقدر يعمل له حاجه، بيفضل ينزف لحد ما الارض بتغرق دم. الحلو بقى ان اكتر ما ركعش حتى بعد كل اللي حصل وبيغموا عليه. المهم الشعب كله بيتحول على الحكومه الانجليزيه، وراجو بيجري على اكتر ومش بيكون مصدق اللي بيحصل من الشعب للحكومه، وبياخد اكتر وبيدخله العربيه. وبعدها بيروح للمكان تاني بالليل، وفي وقتها عمه بيجيله ويقول له اخيرا هتحقق حلمك وهترجع قريتنا بالاسلحه. بعد يومين بالظبط الشحنة هتتنقل، بس راجو بعد ما كان فرحان زعل وبيقول بعد يومين هيعدموا اكتر وما ينفعش اسيبه، لازم نغير المكان اللي هيعدموه فيه، ولازم اقنع الحاكم ان يجيب مالي تحضر موته عشان يكون سهل انهم يهربوا. عمو بيقول له اكيد انت مجنون، انت عارف ان انت كده ممكن تتقتل واحتمال كبير الموضوع يتكشف وحلمك اللي فضلت كل ده مستنيه يروح منك. بيقول له مش مشكلة، اهم حاجة اكتر هو اللي خلى الشعب يتمرد على الحكومة النهاردة، اكتر هو السلاح، هو البطل. وبيسيبه ويمشي وبيروح هو والملك لاكتر وبيقول له انا عايز افضل جلاد. وبيقول له راجو مش ضروري نجلده، لان واحد زي ده استحالة تشوف في عينيه الخوف، وعشان تشوف في عينيه الخوف لازم مالي اللي عمل كل ده عشانها تتقتل قدامه قبل ما يموت. بيقول له الحاكم جدع ياض والله عرفت ربي. في الوقت ده اكتر بيترعب وبيخاف جدا وبيمشوا ويسيبوه، وقبل ما بيمشوا بيبوظ الطلقات اللي هيديها للجنود عشان ما يعرفوش يضربوا بيها. ومن ناحية تانية بياخدوا اكتر من السجن، وعمه بيرميه ناموس من شباك العربية. راجو بياخد مالي مكان ما اكتر هيتعدم، وهم في الطريق بيلاحظ الملك ان في حاجة غلط. قلب الام بقى، وفعلا راجو بيكون عامل لهم فخ، بيشد الحبل والشجرة بتاعه، حتى الراجل البريطاني علموه يطير سبحان الله. المهم الملك بياخد بندقيته وبيضرب على عربية راجو وبتتقلب، مالي بتقع وراجو بيدخل في جذع شجرة بظهره. بس مش معنى كده ان هيموت، الملك بيأمر رجالته انهم يجيبوه. مالي بتجري والحراس بيجروا وراها، راجو بيقوم وبيخلص على كل اللي يقابله. امال لو ما كانش جذع الشجرة دخل في ظهره كان عمل فينا ايه؟ في الوقت ده اكتر بيكون فك الحبل، والجنود مش بيعرفوا يعملوا حاجة علشان الطلقات بايظة. اكتر بيخلص عليهم واحد واحد. ومن ناحية تانية مالي بتكون وصلت لمكان اكتر وفي ظهرها راجو بيشوف جندي من الجنود بيعمر البندقية برصاصة بعد ما اكتشف ان الطلقات كلها بايظة، وبيقنص على مالي. راجو بيجري وفي اخر لحظة بيضربه بالنار، واكتر بيكون مفكر ان هيضرب مالي، بيضربه في وشه بالخشبة وبينزل عليه ويضربه بالخشبة في رقبته وبياخد مالي ويهرب. بس المفاجأة بقى انه ما بيكونش ضرب راجو في رقبته، وراجو بعد كل الضرب ده بيمسك الجنود كلهم وبيوقعهم على الارض. على فكرة اللي هو فيه ده دعوة الوالدين. المهم اكتر بيكون خلاص هرب ومعادش باين خالص، والمفروض هنا بقى الطبيعي يعني انه يموت، بس لا ده انا وراكم والزمن طويل ويانا ينتم. بتعدي الايام والشهور وبيكون محبوس، وبيروح له الملك وبيتصدم من اللي بيشوفه. وادوار بيقول له انت لسه بتتمرن، انت ما عادش قدامك غير يومين بس وتموت، هو انت لسه مفكر ان اللي بتحلم بيه هيحصل ولا ايه؟ استسلم للواقع عشان انت ايامك خلاص قربت تنتهي. بيقول له راجو ليك حق تتكلم وتقول اللي انت عايزه، بس الشاطر فينا هو اللي هيضحك في الاخر، والاخر لحظه في حياتي هفضل ورا حلمي. ولا بقى احب اقول لكم ان اللي فات كله حماده واللي جاي حماده تاني خالص.
المهم الملك بيتضايق جدا وبيأمر رجالته يروقوه، وبعد ما يروقوه يودوه حبس انفرادي، ويا دوب الزنزانه دي بتكون على قده بالظبط، بس مش بيأثر فيه حاجه وبيفضل يتمرن. اسد يلا هنا بقى بيظهر اكتر بعد فتره من هروبه، وكل يوم بيكون في مكان غير التاني لان الحكومه الانجليزيه بتكون قلب عليه الدنيا، وهو مش بيكون عارف يتحرك، وبيكونوا خلاص هيوصلوا لهم، بس سيتا بتكون في نفس المكان وبتاخد بالها انهم هربانين. بتخرج للظابط وبتقول له الحقني اهلي في الاوضه دي وهم عندهم مرض الجدري. بيخاف وبيسيبها. بتروح له تاني وبتقول له تعالى بس انت خايف من ايه؟ ده مرض معدي عادي. الظابط بيضربها وبياخد الجنود ويمشي على طول، وبيروح لها اكتر وبيقول لها انت كويسه؟ بتقول له ما تقلقش انا بخير. بيقول لها انا مش عارف اشكرك ازاي، انت ما تعرفناش بس ساعدتينا، حتى ما تعرفيش احنا هربانين ليه. بتقول له خطيبي دايما بيقول لي احنا لازم نساعد الناس. بتاخدهم وبتجيب لهم اكل. اكتر بيقول لها انت ازاي بتساعدينا كده وانت ما تعرفيناش؟ طب انت مين؟ بتقول له انا سيتا وجيت هنا عشان خطيبي. بيقول لها طيب خطيبك فين؟ بتقول له هو في دلهي شغال ضابط مع الانجليز. في لحظه السلسله اللي في رقبتها بتبان، واكتر بيفهم كل حاجه. سيتا بتلاقيهم كلهم باصين لها وبتقول لهم ما تقلقوش انا خطيبي شخص كويس جدا شغال معاهم عشان يوصل لحلمه. وبتبتدي تحكي لهم على كل اللي مر بيه من وهو صغير لحد ما سابها وراح يشتغل معاهم. كلهم بيكونوا مصدومين ومش مصدقين اللي سمعوه. وبتقول لها مالي طب هو جاب الاسلحه؟ بتقول لها خلاص هو كان هيوصل لها، ينقذ صاحبه اللي هيتعدم ولا يحقق حلمه اللي فضل يعافر عشان يوصل له، فاختار انه ينقذ صاحبه ويهربه. وبعدها الحكومه البريطانيه قبضت عليه وبعتوا لي الجواب ده عشان هيعدموه بعد يومين، وطلبوا مني اجي هنا عشان استلم جثته. اكتر بيكون مش مصدق اللي بيسمعه وبيتصدم وبيقول لها انا جيت هنا عشان مالي، لكن خطيبك جه هنا عشان ينقذ الهند كلها. انا ما كنتش فاهمه، انا ضربته بايدي دول. بتتصدم سيتا وبتعرف ان هو ده صاحب خطيبها، وبيكمل كلامه وبيقول لها انا استحاله اسيبه يموت، مش انت اللي هتدوري عليه، وعد مني انا اللي هجيبهولك لحد هنا حتى لو كلفني الامر ان اموت عشانه. وبيسيبها ويمشي وبيروح السجن، واللي بتساعده في دخول السجن هي جيني. واول ما بيدخل بيكون في سجون كتير وما بيكونش عارف هو في انهي واحده بالظبط. بيفضل يخبط على الارض. راجو بيسمعه وبيفهم ان هو اكتر، بيفضل يرد له الخط لحد ما بيوصل لعنده وبيقول له سامحني يا صاحبي انا السبب في اللي انت فيه دلوقتي، سامحني يا اخويا. بيقول له اهدى انت عرفت كل ده منين؟ بيديله السلسله وبيقول له سيتا اللي قالت لي. بيقول له انت شفتها فين؟ بيقول له هي اللي عرفتني الحقيقه كلها وانا وعدتها ان هرجع بيك مهما كان الثمن. بيحط له السلسله في رقبته وبيقول له يلا بينا، وبيشيل الباب بايده. ده احنا هنشوف مرار طافح يا زميلي والله ولا كانه بيرفع ابن اخوه وبيشيله على رقبته. ويلا بينا بقى نطير مع بعض. بيطيحوا في كله، الصغير قبل الكبير، العاطل بالباطل، مش رحمين حد. وبص بقى الحركه دي انت ابهرتني والله. نحن نختلف عن الاخرون خالص. وشوف ازاي خرجوا من السجن بقى، خرجوا طايرين، احنا جامدين قوي. المهم بيوصل خبر للحاكم وبيعرفوا انهم هربوا، وبيبعت لهم قوات اكتر توقفهم في الغابه. بلاش، خليك فاكر اني قلت لك بلاش. ومن ناحيه تانية اكتر بياخد راجو وبيعالجه في الغابه، وبيروح للتمثال ده وبيشوف مع التمثال سهام وبيروح يشرب. وفي اللحظه دي الجنود بتكون حواليه من كل اتجاه وهو مش بيكون اخد باله. شوف انت بقى السهم عدى من جنب بقه ازاي وما لمسوش؟ لا وايه، دخل في عين الجندي. يا ترى مين اللي بيكذب، الجندي ام السهم؟ سؤال بيطرح نفسه. المهم اللي بيكون ضرب السهم ده هو راجو، عاد لينتقم. الجنود بيبتدوا يضربوا بالنار. اكتر بينزل في الميه وراجو بيخلص عليهم وبيقول لهم انا وعدت ابويا ان هجيب للكل سلاح، هرجع وبعد ما اجيب الاسلحه كلها. وبيرمي لهم سهم بالنار بيولع في الغابه كلها. ما انا قلت لك بلاش من الاول. بيفضل يضرب عليهم بالاسهم لحد ما بيخلص على اكترهم. والاكشن يا شروق عالي قوي قوي قوي. لا وايه، اكتر بيطلع طاير من الميه. سبحان الله، الغابه الاستوائيه باظت يا جماعه. عايز اعرف فين مؤسسه حقوق الحيوان في الموضوع ده؟ معلش. راجو اكتر مش سايبين حد، بس ادوار بيضرب نار بتيجي في دراع راجو. اكتر يسكت، لا طبعا جالك الموت يا ادوار، خلاص خلصنا بقى على الغابه باللي فيها. راجو بيقول له احنا هنفضل امتى نلعب مع العيال دول، احنا عايزين الراس الكبيره، يلا بينا على القصر يا زميلي. بيدور المكن على السريع كده وراجو بيركب الحصان. الملك بيشوفهم بيضرب عليهم مدافع من فوق، بس على مين يابا؟ ده انا هندي ومع الهند مفيش مستحيل. راجو بيشاور له وبيقول له انت هترمي الموتوسيكل ده وهنفجره. وفعلا
الموتوسيكل بيدخل مخزن السلاح وبيفجر كمية كبيرة جدا منه، وتقريبا القصر بقى خراب. لا وايه، ومفيش حتة خشبة واحدة بس تيجي على اكتر، لا ده كده كتير قوي والله. المهم البومة مرات الحاكم بتكون ماتت موتة بشعة جدا، والراجل بيخلص على باقي الحراس كلهم، واكتر بيخرج بكمية مهولة جدا من السلاح والذخيرة، وراجل بيكون مبسوط جدا. بيغفلهم الحاكم وبيكون مفكر انه هيقدر عليهم، لكن راجل بيلحقه بسهم بيثبته في الحيطة وبيقول له الرصاصة دي واحد انجليزي صنعها وسافرت 7 بحور على سفينة انجليزية، ازاي هتترمي كده؟ اكتر رجعها له تاني، بس رجعها له في قلبه، واكتر ما بيصدق وبيديها له في قلبه. ده اكبر دليل على ان الكترة مش بتغلب الشجاعة. ده مثل كذاب يا زميلي، حتى لو المثل ده مش بيكذب لازم احنا نصدق اللي نشوفه في الفيلم ده. استحالة طبعا الهنود هم اللي يكونوا بيكذبوا. المهم بيرجعوا القرية، وراجو بيروح لسيتا، واكتر بيروح لجيني، وعمه بيقول له ابن ابوك بصحيح، وبيكونوا فخورين بيهم جدا. وراجو بيقول له اكتر انت وصلتني الحلم وساعدتني كتير، قول لي كافئك ازاي؟ بيقول له علمني اقرا واكتب بس. وها هو الثنائي المرح. والهنا فيلمنا بيخلص، ودايما الخير هو اللي بينتصر. ويا رب يكون الفيلم عجبكم. اشوفكم على خير، سلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.